لو انت بتتابع محتواي انت واحد من اتنين. رقم واحد بيهتم باخبار الذهب المحلية والعالمية، ولو انت من النوعية دي وبتهتم باسعار الذهب المحلي وعايز تعرف ان كنت هتشتري ولا هتبيع، دي النصيحة اللي من الاخر. الذهب على المدى المتوسط والطويل على طول في الطالع. يعني انت دلوقتي بدل ما تحط فلوسك في جمعية كل شهر وبعد 10 شهور مثلا تقبض الجمعية اخر واحد عشان تسد الالتزام عليك، لا، قيمه القسط اللي انت بتحطه في الجمعيه كل شهر افضل لو تجيب بيه سبائك او جنيهات ذهب وتفضل تحتفظ بيهم على مدار 10 شهور او 12 شهر. الهدف اللي انت عايز تستخدمهم بعديه هتلاقي قيمه الفلوس زادت. ولو انت عندك التزام قصير الاجل ومعتمد ان انت تجيب الذهب الايام دي وتقعد محتفظ بيه اسبوعين ثلاثه وتبيعه بعد الاسبوعين او ثلاثه عشان تسد التزام عليك اول الشهر، الذهب مش ليك. الاقتصاد بيقول كده، الذهب اداه للتحوط. الناس اللي اشترت ذهب في يوم 21 ابريل 2025 لما وصل سعر الأونصة إلى 3500، وأيامها بقت الناس تهلل لأن احنا طلعنا من 300 320 ل 3500 في حوالي 4 5 أيام في عز الحرب التجارية ما بين أمريكا ودول العالم كلها وعلى رأسهم الصين. الناس أيامها اللي اشترت بجنيه ذهب ب 40000 لغاية دلوقتي واحنا 31/8 خسرانة وما جابتش السعر ده تاني. ممكن تجيبه بكرة يعني وارد، بس بص هيبقى قعد حوالي تقريبا داخل في 4 شهور ونص. فمعنى كده ان انت ممكن تكون في الفتره دي كنت جايبهم في 21 ابريل، عليك التزام اول 6، فقلت لمده شهر ونص استثمر في الذهب وعلى اول 6 ابيع، يبقى انت في الحاله دي خسران. ولو انت متداول وده الاغلبيه العظمى، هنا هتحكم العقل شويه وهتبتدي تتابع حركه الذهب على مدار الاسواق كلها. الاسبوع اللي فات انا اتكلمت معاك على ترتيب الاسواق الاسترالي والصيني والاوروبي والامريكي، وقلت لك احنا على مدار الاسبوع اللي فات الثلاث اسواق الاولى اسعار الذهب بتبقى شغاله في نطاق عرضي من 10 ل 15 دولار، واخرهم كان يوم الجمعه. يوم الجمعه اللي فاتت كنا شغالين في نطاق ما بين 3404 ادنى نقطه و3417 اعلى نقطه. الكلام ده لغايه الساعه 4 ل 5 العصر بتوقيت مصر. اول لما السوق الامريكي فتح الساعه 4 الساعه 6 كنا جبنا 3445 ووصلنا ل 3454 وقفلنا عند 3449. فانت وانت بتتابع محتوى الذهب تبقى كويس قوي عارف انت عايز تتداول ولا عايز تتحوط، انما الذهب مش للاستثمار.